في يوم 4 أكتوبر سنة 1964 في شرق برلين، حارس حدود كان ماشي وفجأة وقف، وتحت جزمته بحوالي 12 متر رجالة نايمين في الطين البارد متجمدين وكاتمين نفسهم. كحة واحدة بس أو صوت احتكاك معدن بسيط كفيل إنه يقتلهم في لحظتها. فوقهم كان في رشاشات وكلاب هجوم وألغام متوصلة بأسلاك معمولة مخصوص عشان تمزق أي حد يتحرك. لكن الحارس ما كانش يعرف حاجة مهمة، الرجال اللي تحت دول مش قوات خاصة ولا جواسيس، دول طلبة معاهم جاروف ومسدس. بقالهم 6 شهور بيحفروا في حوالي 90 طن من طين برلين عشان يعملوا نفق طوله 145 متر تحت أخطر حدود في العالم. هدفهم إنهم يهربوا 57 شخص للحرية، ومن بينهم حبيبة واحد فيهم اللي جهاز الأمن في ألمانيا الشرقية طلعها من السجن عمدا عشان يستخدمها طعم. لكن المشكلة إن في حد من الفريق نفسه كان بيسرب معلومات للمخابرات. جهاز الأمن كان عارف بالظبط النفق هينتهي فين، وفي ليلة الهروب حد هيموت في تبادل إطلاق النار. السؤال بقى، مين اللي خان الحفارين من جواهم، وإزاي طالبين قدروا يضحكوا على جهاز الأمن؟ القصة بدأت يوم 13 أغسطس سنة 1961. جنود ألمانيا الشرقية كانوا شغالين في الضلمة بيفردوا سلك شائك في نص برلين، بينما 2.5 مليون شخص نايمين. مع الفجر الناس صحيت لقت نفسها سجينة. عائلات ساكنة في شارع برناور شتراسة اكتشفت إن في خط غير مرئي بقى ماشي في نص عماراتهم. الدور الأرضي بقى في الشرق والرصيف بقى في الغرب. أم اسمها زيكمان نزلت طفلها الرضيع من شباك في الدور الثالث لرجالة الإطفاء في برلين الغربية اللي كانوا واقفين تحت وماسكين شبكة إنقاذ. خلال 72 ساعة بس الجنود سدوا بالطوب كل الشبابيك اللي بتبص ناحية الغرب. بعض السكان نطوا قبل ما المونة تنشف، والبعض اتقبض عليهم وهم في نص القفزة واتسحبوا لجوه تاني عشان يتعرضوا للتحقيق. الحاجز بقى أقوى بسرعة مرعبة، الأسلاك الشائكة اتحولت لحيطان خرسانة، أبراج خرسانة اتبنت كل 250 متر، في كل برج جنديين ومعاهم أوامر مباشرة يضربوا النار على أي حد يقرب. زوارق دوريات بتمشي في نهر الشبري وبتجر خطاطيف في المية عشان أي حد بيحاول يعوم في الضلمة. كمان كانوا دافنين فخاخ بنادق في الرمل مربوطة بأسلاك، أول ما حد يلمس السلك البندقية تضرب على طول. في أول سنة بس مات على الأقل 12 شخص وهم بيحاولوا يعدوا. في أغسطس 1962 شاب عنده 18 سنة اسمه بيتر فيشتر كان شغال بناء، اتضرب عليه النار وهو بيحاول يتسلق السور. فضل ينزف لمدة ساعة كاملة في المنطقة اللي اسمها شريط الموت، بينما حراس الشرق واقفين بيتفرجوا والناس في الغرب بتصرخ ومش قادرة تعمل حاجة. صورته اتنشرت في جرائد العالم كله، ومن وقتها عبارة بدأت تنتشر بين الناس المحبوسين في الشرق: الجدار ده للأبد. يواخيم نومان كان طالب هندسة مدنية عنده 21 سنة في مدينة كوتوبوس اللي تبعد 125 كيلو متر جنوب شرق برلين. لما الجدار اتبنى حس إن مستقبله انهار في ليلة واحدة. شغله عمره ما هيتقدم فيه تحت النظام الشيوعي، حريته في السفر اختفت، والبنت اللي كان ناوي يتجوزها اسمها كريستا جرول. في ديسمبر 1961 يواخيم ما قدرش يستحمل أكتر من كده، استلف جواز سفر طالب سويسري وقعد يتمرن على اللهجة قدام المراية لمدة 3 أيام، وبعدها راح نقطة تفتيش تشيك بوينت تشارلي وقلبه بيدق بعنف. حارس قعد يقلب في الجواز ويبص في وشه ويقارنه بالصورة. سكت لحظة وبعدين سمح له يعدي. يواخيم دخل برلين الغربية وما كانش معاه غير هدومه والدبدوب اللي كريستا كانت هتديهوله، وخباه في الجيب المعطف. هو أصلا ما قالهاش إنه هيمشي، كان فاكر إنها مستحيل تستناه. على بعد 300 كيلو متر شمالا شاب تاني اسمه هوبرت هولينا كان بيواجه نوع تاني من الجدران، جدار غير مرئي واقف قدام مستقبله. المسؤولين الشيوعيين صنفوا عيلته كأعداء برجوازيين لأن جده كان زمان صاحب محل النسيج. الحكم كان واضح، مفيش جامعة لهوبرت، أقصى حاجة يوصل لها شغل في مصنع. يوم 21 نوفمبر 1963 هوبرت لبس بدلة غوص كان مفصلها بنفسه من معاطف مطر وأنابيب عجل. الساعة 11:14 دقيقة بالليل نزل في بحيرة يونج فينزي. المياه كانت درجة حرارتها درجة مئوية واحدة. لمدة ساعة ونص فضل بيعوم في ضلمة كاملة، ما كانش بيطلع وشه غير عشان يشوف اتجاهه على ضوء جسر جيلينيكي. عضلاته اتصلبت وشفايفه بقت زرقاء. ولما وصل أخيرا للشاطئ الغربي الشرطة الألمانية لفوه ببطاطين حرارية وخدوه على المستشفى. هو كده هرب، لكن أمه لسه محبوسة. مع بداية سنة 1964 يواخيم وهوبرت اتقابلوا في برلين الغربية. الاتنين بقوا طلبة هندسة دلوقتي، والاتنين سابوا ناس بيحبوهم وراهم، وهم قاعدين يشربوا في سكن طلبة صغير شاركوا نفس الفكرة. محدش هيجي ينقذ عائلاتهم. الجدار بيبقى أخطر كل شهر، ألغام وأجهزة استشعار حركة وكلاب مدربة على القتل.
لو هم عايزين ينقذوا اللي بيحبوهم لازم يعملوا ده بايديهم. يواخم فرد خريطة مرسومة بايده على الترابيزة وابتدى يمرر صباعه على شريط الموت لحد ما وقف عند شارع برناور شتراسة. هنا الجدار كان قاطع مباني مهجورة وسايب أقبية فاضية على بعد أمتار قليلة من الحدود. المباني دي كانت اتفضت تماما وسكانها انجبروا يروحوا أبعد جوا ناحية الشرق. اللي فاضل بس أقبية محدش بيراقبها. يواخم بص لهوبرت وقال له إنهم ما ينفعش يعدوا من فوق ولا يلفوا حوالين الجدار، يبقى لازم يعدوا من تحت. لكن الاتنين ما كانوش يعرفوا إنهم هيفضلوا 6 شهور كاملين تحت الأرض، ولا كانوا يعرفوا ان في حد من فريقهم بيبلغ جهاز الامن في المانيا الشرقيه بكل متر بيتحفر. السؤال بقى مين اللي خانهم وازاي الشرطه السريه عرفت تضرب في المكان الصح بالظبط؟ وليه كريستا حبيبه يواخم اتسجنت في المانيا الشرقيه بعد اسابيع قليله بس من بدايه الحفر؟ في ابريل سنه 1964 يواخم وهوبرت كسروا قفل مخبز مهجور في رقم 97 شارع برناور شتراسة. جوه المكان كان كله شبابيك مكسوره وارضيات خشب بايظه، وكان في ريحه عفن وزبل فئران ماليه المكان. الحمام طار من فوق الخشب اول ما سمع صوت خطواتهم. المكان كان مثالي محدش دخله من سنين غير الفئران وذكريات المكان. في القبر شالوا سجاده قديمه تراب دقيق من بقايا الدقيق اللي كان في المخبز ولقوا تحتها خرسانه متشققه. رسموا مستطيل بالطباشير ورفعوا المعاول وبداوا الضرب. الخطه كانت سهله في الكلام لكن صعبه جدا في التنفيذ. يحفروا حفره عموديه لتحت 12 متر عشان يعدوا تحت مستوى المياه الجوفية وكمان تحت أجهزة التنصت المدفونة بتاعة جهاز الأمن. وبعد كده يحفروا نفق أفقي بطول 145 متر، يعني حوالي طول ملعب ونص كرة قدم، تحت الجدار وتحت السور الإشاري وتحت شريط الموت. ويطلعوا في فناء بيت في رقم 55 شارع شترلستر في شرق برلين، يطلعوا عائلاتهم ويختفوا. كانوا بيشتغلوا بنظام ورديات 12 ساعة ويناموا في الأدوار العليا للمخبز على مراتب متعفنة، وياكلوا عيش وسجق لما يفتكروا ياكلوا اصلا. واحد يحفر والتاني يطلع التراب في جردل ويطلعه على سلم خشب بيصرخ مع كل خطوه. تقدمهم كان حوالي 10 سنتيمتر بكل جردل تراب. ايديهم اتملت فقاقيع من اول يوم. الفقاقيع اتفتحت في اليوم التاني. بعد 5 ايام الجلد نشف وبقى خشن، وبعد 7 ايام الجلد اتشقق وبدا ينزف. بعد 10 ايام بقت العضلات فيها تشنجات دايمه كانها عقد نار مش بترتاح. لكن كل قطعة طين كانوا بيشيلوها كانت خطوة أقرب لكريستا، خطوة أقرب لأم هوبرت، خطوة أقرب لكل حد سابوه وراهم. بعدها ظهرت مشكلة التراب. هما مش بيحفروا نفق صغير، هما بيطلعوا حوالي 90 طن من طين برلين، كمية تراب تكفي تملى 3 عربيات قطار شحن. وما ينفعش يرموا التراب بره وإلا أي مخبر لجهاز الأمن في الحي هيلاحظ. فلاقوا حل، يحطوا التراب في شكاير دقيق قديمة من مخزن المخبز ويرصوها جنب حيطان القبو زي اكياس الرمل، ويخفوا التلال ورا اثاث مكسور ورفوف بايظه. ولما القبو يتملي لحد السقف يطلعوا الساعه 3 الفجر ويوزعوا التراب في حفر القنابل القديمه اللي فاضله من الحرب في مواقع البناء في برلين الغربيه وفي احواض الزرع العامه. محدش هيلاحظ شويه تراب زياده. بعد 3 اسابيع الاتنين بقوا متغطيين بطبقه من الطين الرمادي البني. هدومهم نشفت من العرق والطين وبطلوا يغسلوا نفسهم. مفيش وقت، وبصراحة بقوا مش حاسين بالريحة أصلا. على عمق 6 متر شموعهم بدأت تتراش، الأكسجين بقى قليل في الحفرة. نظر هوبرت بقى مشوش ونقط سودا بقت بتظهر قدام عينيه. طلع السلم ورجع في ركن من القبر، فعملوا نظام تهوية بدائي. طلمبة عجلة قديمة متوصلة بخرطوم مطاط طوله 30 متر، واحد يفضل يضخ الهواء حوالي 200 ضغطة في الساعة، بينما التاني تحت بياخد نفس صعب من الهواء القليل في ضلمة النفق. في اليوم ال30 فجأة جرف هوبرت خبط في حاجة غريبة، صوت فراغ وبعده هدير. كان خبط في ماسورة صرف صحي قديمة من القرن ال19 منسية تحت الأرض. في ثواني المياه الساقعة غمرت النفق لحد وسطه، جدران الطين بقت طين سايح. السقف بدأ يتشقق. هوبرت جري لورا بسرعة ويحاول يمسك في دعامات الخشب والنفق بيقع وراه. فوق عند مستوى الشارع يواخم حس الحبل اللي بيرفع التراب بقى مرتخي. نادى عليه في الحفرة مفيش رد، مفيش غير صوت المية وهي بتغرق كل شغلهم. حاولوا ينقذوا اللي يقدروا عليه. 20 متر من النفق اتهدوا. 3 أسابيع شغل ضاعوا. لأول مرة فكروا يسيبوا كل حاجة، لكن يواخم لاحظ حاجة وسط الركام، دبدوب صغير متغطي بالطين. كريستا كانت مديهوله من سنين وكان حاطه في الشنطة يوم ما هرب ونسيه. مسح الطين من على عينيه الزجاج. بعدها فضوا المية من النفق وقووا الجزء اللي انهار وغيروا اتجاه الحفر ناحية الجنوب عشان يبعدوا عن الماسورة المكسورة، وده ضيع منهم 8 أيام. وبعدها رجعوا يحفروا تاني.
بعد شهرين شغل يواخم بدأ يشيب من الجانبين وهو عنده 23 سنة بس، وهوبرت خسر حوالي 7 كيلو من وزنه. الفريق كبر وبقوا 35 شخص كلهم طلبة جامعة حالفين يحافظوا على السر. واحد منهم كان طالب فيزياء اسمه راينهارد فور، واللي بعد سنين بقى رائد فضاء، لكن في الوقت ده كان نايم على ظهره في نفق ارتفاعه 80 سنتيمتر وبيزق التراب برجليه. السؤال كان ايه اللي هيحصل لما جهاز الامن يبدأ يسمعهم؟ ومين من ال 35 حفار اصلا بيتكلم معاهم؟ في صيف 1964 النفق وصل ل 70 متر، يعني نص المسافة تقريبا، لكن الفلوس خلصت. الادوات بتتكسر والخشب بيعفن وبطاريات الكشافات بتخلص بسرعة. يواخم وهوبرت باعوا كل حاجة يملكوها وبقوا عايشين على بواقي عيش وسجق. الفلوس بقت قروش قليلة. ساعتها مجلة شتيرن عرضت عليهم صفقة. المجلة الألمانية الغربية هتمول المشروع مقابل صور حصرية للنفق، والحكومة الألمانية الغربية ساعدت بهدوء ب30 ألف مارك ألماني عن طريق وزارة العلاقات الداخلية. فجأة بقى عندهم أدوات أحسن وخشب أكتر، وحتى عربة منجم صغيرة على قضبان خشب. لكن ده عمل مشكلة، ناس أكتر بقت عارفة السر، وجهاز الأمن عنده مخبرين في كل حتة في برلين الغربية. لاجئين ما كانوش فعلا هربوا، طلبة بياخدوا فلوس، وحتى عشاق اتحولوا لجواسيس. جهاز الأمن كان عارف إن في حاجة بتحصل في شارع برناور شتراسة، لكنه مش عارف المكان بالظبط. رئيس الجهاز إريك ميليكي أمر بوحدات خاصة مضادة للأنفاق تزرع أجهزة اسمها جيوبونات على حدود الشرق. أجهزة حساسة بتسمع صوت الحفر من خلال 10 متر من الأرض. أول ما جاروف يخبط في الطين مؤشر يقفز في محطة مراقبة على بعد 50 متر. الحفارين كانوش يعرفوا حاجة عن الأجهزة دي، كل اللي كانوا يعرفوه إنهم لازم يشتغلوا في صمت. قبل كل وردية كانوا بيحطوا ودانهم على جدران النفق ويسمعوا دقيقة كاملة، لو مفيش أصوات ناس أو ماكينات أو خطوات يبدأوا الحفر. كل ضربة جرف كانت مخاطرة. في ليلة من ليالي أغسطس سمعوا صوت وقف قلوبهم، خبطة خفيفة وبعدها قشط جاي من قدامهم، حد تاني بيحفر ناحيتهم. جهاز الأمن استخدم الحركة دي قبل كده، يحفر أنفاق مضادة عشان يمسك الهاربين في نص الطريق. الحفارين طفوا الفانوس وقعدوا ساكتين في ضلمة كاملة. 5 دقايق، 10، 15، الصوت مرجعش تاني. هل كانوا عمال صرف صحي ولا مهندسين من جهاز الأمن؟ ولا الأسوأ حد من فريقهم قال للمخابرات المكان بالظبط؟ من الليلة دي الثقة بينهم بدأت تختفي، الصحاب بقوا بيراقبوا بعض. يواخم لقى نفسه بيراقب متطوع جديد طالب فلسفة بيسأل أسئلة كتير عن مكان خروج النفق. ليه عايز يعرف مكان النهاية؟ وليه خرج بره مرتين في الوردية اللي فاتت؟ الشك بدأ ينتشر بينهم زي العفن في المكان الرطب. وبعد كده حصلت المعلومة اللي كانت ممكن تنهي كل حاجة. متطوع إيطالي شد يواخم على جنب وقال له إنه سمع إشاعة في كافيه في برلين الغربية إن في حد من فريق الحفر بيسرب معلومات لجهاز الأمن في ألمانيا الشرقية. هو ما يعرفش مين، بس سمع اسم شارع برناور شتراسة واتقال بطريقة خلت دمه يتجمد. الفريق كله اتجمع حوالين الشموع في القبر، وكان قدامهم اختيارين: يا إما يسيبوا النفق وكل الناس اللي مستنية الهروب، يا إما يكملوا وهم عارفين إن ممكن يكون في خاين قاعد وسطهم في اللحظة دي. وفي الآخر اختاروا يكملوا. من اليوم ده يواخم بقى ينام والمسدس بتاعه تحت المخدة. يوم 14 سبتمبر سنة 1964 بعد نص الليل، يواخم كان بيبص على البوصلة ويقارنها بعلامات المسافة اللي محفورة على دعامات الخشب في النفق. حسب حساباته هم عدوا تحت الجدار نفسه وبقوا دلوقتي تحت شريط الموت مباشرة، المنطقة اللي فيها كشافات قوية وحراس مسلحين بيمشوا فوق دماغهم بحوالي 10 متر. من اللحظة دي كل حفار جاهز رصاصة في مسدسه. جهاز الأمن عارف إن في نفق، والحفارين عارفين إن في خائن، والطرفين بيجروا ناحية نفس النقطة تحت الأرض. لكن السؤال كان إيه اللي مستنيهم في الناحية التانية؟ وإمتى الخاين هيظهر؟ على عمق 12 متر تحت الأرض علامات قلم يواخم أكدت مكانهم، وبيحفروا تحت جنود معاهم بنادق آلية وكلاب مدربة وألغام شظايا اسمها SM-70 مربوطة بأسلاك. كل خطوة فوق الأرض كانت بتنزل رمل على وشوشهم، فبقوا يحفروا بس لما يكون في صوت يغطي عليهم، زي قطارات معدية أو رياح قوية أو شاحنات بتهدر في الشارع. وحتى ساعتها صوت الجاروف كان عالي جدا في ودانهم. 3 أكتوبر سنة 1964 كان يوم الاختراق. قبل الفجر بشوية يواخم حط عتلة حديد في سقف النفق فوق الطبقة الرفيعة دي من التراب. كانت شرق برلين، البلد اللي هرب منها من 3 سنين، والبلد اللي هتهدمه لو اتقبض عليه. ضغط بالعتلة، سمع صوت تكسير، تراب وقع على وشه. ضغط تاني، قطعة خشب قديمة وقعت من فوق. ده معناه انهم وصلوا البناء معمول بإيد إنسان.
هما طلعوا جوه حمام قديم مهجور في الفناء الخلفي البيت رقم 55 شارع شتلتير شتراسة، بالظبط في المكان اللي يواخم حدده من 6 شهور. يواخم طلع لجوه الكشك الخشب الصغير ومسك مسدسه، ورق الشجر ناشف كان بيتكسر تحت رجليه. فتح الباب بحذر وبص على الفناء، شبابيك ضلمة ومفيش حراس، صفر إشارة للأمان. قبلها بأسابيع الرسل كانوا بيدخلوا شرق برلين برسائل مشفرة: تعالوا شارع شتلتير 55 الساعة 12 بالليل، قولوا كلمة السر طوكيو وهتلاقوا مساعدة. دلوقتي واخم وقف مستني ومسدسة على جنبه. أول لجاء ظهرت كانت صديقة الجامعة، كانت بترتعش لدرجة إنها مش قادرة تتكلم. دلها على الفتحة، نزلت في الضلمة وبدأت تزحف 145 متر ناحية الغرب. على مدار ليلتين 57 شخص عدوا من الفناء ده، أزواج بيحضنوا زوجاتهم اللي ما شافوهمش بقالهم 3 سنين، أهالي بيبكوا وهم في حضن ولادهم وبيحاولوا يفتكروا راحتهم، إخوات فقدوا الأمل إنهم يشوفوا بعض تاني، ست عندها 75 سنة ضعيفة جدا لدرجة إن أحفادها شالوها وعدوا بيها الفناء ونزلوها في الحفرة كأنها إزاز. هوبرت زحف جنبها طول النفق كله، 145 متر من الطين والضلمة وهو بيشجعها بهمس. صوابعها المريضة كانت بتحفر في الطين اللي غرق هدومها وغطى شعرها الفضي. الرحلة أخدت حوالي 45 دقيقة، ولما طلعت في الجهة الغربية مصور من مجلة شاترن صورها وهي بتفتح عينيها قدام فلاش الكاميرا، دموعها عاملة خطوط في التراب، حرة لأول مرة من 3 سنين. الصورة دي انتشرت في جرايد العالم كله، لكن التعليق ما قالش إن اللي ساعدها تعدي النفق كان شاب عنده 23 سنة ما كانش يعرفها قبل الليلة دي. بعد كده في الليلة التانية حاجة اتغيرت، شابين قربوا من الحمام القديم، قالوا إنهم وصل لهم الخبر، لكن كانوا هادين زيادة عن اللزوم، ايديهم مش بتترعش وشوشهم ما فيهاش دموع. واحد منهم قال انه هيروح يجيب صاحبه من اول الشارع ومشي ناحية الطريق. في اللحظة دي يواخم اتجمد، دول مش لاجئين، دول ضباط من جهاز الامن. حد من قائمة الهروب كان مخبر، الشرطة السرية كانت عارفة بالنفق بس استنت الوقت اللي يوقعوا فيه اكبر عدد. يواخم همس بسرعة في النفق وقال جهاز الامن وصل، اجروا. اخر اللاجئين اللي كانوا لسه جوه بدأوا يزحفوا بسرعة وركابهم بتنزف. 2 من حراس الحدود جريوا للفناء رافعين بنادق كلاشينكوف وبيصرخوا اوامر. يواخم ضرب نار مرتين. واحد من الحراس اسمه ايجون شولتس عنده 24 سنة وقع وهو متصاب في كتفه. الحارس التاني رد باطلاق النار، ضوء الطلقات كان بينور الضلمة. في الفوضى شولتس اتصاب مرة تانية لكن المرة دي برصاصة من زميله بالغلط. يواخم مستناش يعرف مين ضرب مين، نط في النفق بسرعة. اخر الحفارين وقعوا المدخل وراهم ودفنوا النفق تحت تراب نازل. بعد دقايق يواخم طلع في الجهة الغربية وهو بيشهق ومغطى بالطين من راسه لرجليه ودانه لسه بترن من صوت الرصاص. في قبو المخبز 57 ألماني شرقي واقفين متزاحمين في الضوء الضعيف، أزواج ماسكين بعض، أهالي بيبكوا وهم حاضنين ولادهم، صحاب بيتقابلوا لأول مرة من يوم ما الجدار اتبنى. الهوا كان مليان ريحة عرق وطين ودموع. هوبرت لقى أمه قاعدة جنب السلم ملفوفة في بطانية صوف، عينيها حمرا وإيديها بتترعش، وقعت في حضنه من غير ولا كلمة. عندها 58 سنة، ما شافتش ابنها بقالها 11 شهر ومش هترجع الشرق تاني أبدا. يواخم كان بيبص وسط الزحمة وقلبه بيدق بسرعة، كان بيدقق في كل وش وكل ركن في القبر. وفجأة شافها كريستا واقفة لوحدها جنب الفرن القديم، بترتعش ومغطاة بالطين من شعرها لحد كعب رجليها، لكنها عايشة. كانت خرجت من سجن في ألمانيا الشرقية قبلها ب 48 ساعة بس، لمدة سنة ونص جهاز الأمن كان بيحقق معاها عن محاولات هروب يواخم، كانوا بيحبسوها في زنازين ويحرموها من النوم ويهددوا عيلتها. في سبتمبر 1964 خرجوها من السجن، يمكن كطعم عشان يوقعوه ويمكن مجرد قرار إداري عادي. ولما وصلتها الرسالة المشفرة شارع شتلتير 55 الساعة 12 بالليل، كلمة السر طوكيو، فهمت معناها وكانت عارفة المخاطرة ومع ذلك راحت. دلوقتي هما الاتنين وصلوا لبعض من بعيد في القبو مليان ناس والمسافة بينهم حوالي 10 متر. لحظة طويلة محدش فيهم اتحرك وبعدها جريوا ناحية بعض. الدموع كانت عاملة خطوط في الوسخ على وشوشهم. هي همست بحاجة لكنه ما سمعهاش وسط الزحمة، وهو همس وقال لها أنا جيت علشانك. لكن السؤال فضل موجود، مين اللي قتل حارس الحدود الليلة دي؟ وهل الحقيقة هتظهر؟ مع فجر يوم 5 أكتوبر اكتشفت سلطات ألمانيا الشرقية مدخل النفق في الحمام المهجور في شارع شتلتير، لكن بعد فوات الأوان 57 شخص كانوا اختفوا من تحت رجليهم. النظام بدأ حملة دعاية ضخمة. راديو برلين الشرقية أعلن أن إرهابيين من الغرب ومستفزين فاشيين قتلوا حارس الحدود إيجون شولتس بدم بارد، وعملوا جنازة كبيرة ولفوا بتابوته في شوارع برلين الشرقية
وعلم ألمانيا الشرقية مغطي التابوت، والجرايد الحكومية طالبت بالعدالة لبطل الاشتراكية. لكن الحقيقة إن النظام كان بيكذب. تحليل الرصاص اللي كان مخبى في ملفات جهاز الأمن لمدة 25 سنة واتكشف بعد سقوط الجدار أثبت إن شولتس مات برصاصة صديقه. رصاصة من زميله أصابته بالغلط وسط الفوضى في الفناء، وهما الاتنين بيضربوا نار عشوائي في الضلمة. الحفارين ما كانوش يعرفوا الحقيقة وقتها، كل اللي عرفوه إن شاب صغير مات، والإحساس بالذنب قعد على كتافهم زي الحجر. فقرروا يردوا بالطريقة الوحيدة اللي يقدروا عليها. ملوا بالونات بهيليوم وحطوا فيها منشورات وخلوها تلف فوق الجدار ناحية شرق برلين. ورق نزل في الشوارع وعلى الأسطح وفي الميادين العامة، والرسالة كانت واضحة: القاتل الحقيقي هو النظام اللي بنى الجدار وأمر الألمان يضربوا النار على ألمان زيهم. بعد سنة واحدة يواخم اتجوز كريستا وربوا أطفال عمرهم ما هيعرفوا يعني إيه يعيشوا محبوسين. هوبرت كمل دراسة الهندسة اللي ألمانيا الشرقية كانت منعاه منها بسبب تاريخ عيلته، وراينهارد فور خلص دراسة الفيزياء وبعد سنين سافر للفضاء على متن مكوك تشالنجر وبقى تاني ألماني يطلع الفضاء. وفي مفارقة غريبة يوخم بعد كده اشتغل مهندس استشاري في نفق القنال بين انجلترا وفرنسا، بيحفر أنفاق مش للهروب من الظلم لكن عشان يوصل بين شعوب حرة. الاتنين عاشوا باقي حياتهم وهم شايلين جروح غير مرئية، ليالي من غير نوم، لحظات خوف مفاجئة وسط الزحمة، وحذر دايم بسبب 6 شهور قضوها تحت الأرض وهم سامعين أي خطوة فوق دماغهم. لكنهم كمان كانوا شايلين دليل إن 2 طلبة ومعاهم جاروف غيروا حياة 57 إنسان للأبد. نفق 57 فضل أنجح نفق هروب في تاريخ جدار برلين كله. ال 57 لاجئ دول تقريبا خمس كل الناس اللي قدرت تهرب من خلال أنفاق طول ال 28 سنة اللي الجدار كان موجود فيهم. وفي النهاية جهاز الأمن ما قدرش يحدد مين الخان اللي كان وسط الحفارين، أو لو كانوا عرفوه فالملفات اتدمرت. لكن الحاجة اللي ما قدروش يمحوها كانت الدرس. الجدران بتتبني بقرارات حكومات، لكن ممكن أي حد يهدمها لو عنده الإصرار يكمل الحفر. 9 نوفمبر سنة 1989 جدار برلين وقع تحت ضربات الشواكيش وسط احتفالات الناس. يواخم وهوبرت شعرهم بقى أبيض وقفوا يتفرجوا على التاريخ، وهو بيثبت إن جرأتهم وهم شباب كانت صح. نفقهم كانت ردم من زمان واتمسح من الأرض، ومحدش فاكره غير ال 57 شخص اللي أنقذهم. لكن الدرس فضل موجود. أخطر حدود في العالم ما قدرتش توقف 2 شباب معاهم جاروف. وبكده تكون انتهت قصة النهارده. فلو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. سلام.